والغريب أحدهم يفسر من سورة القيامة ينكر سورة القيامة، ينكر يوم القيامة، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بيوم فسماه يوما. في آخرها دليل عقلي على هذا اليوم. ينكر يوم القيامة، ينكر الصلوات، ينكر الحج، ينكر غيرها. فسر القرآن بهواه وما لا يتسق مع هذه الأصول التي ذكرناها، وهي أصول من البدهيات. ثم الصحابة علموا التابعين، ثم التابعين علموا من بعدهم. ثم بأي لغة أنزل هذا القرآن؟ فلو ألف أحد الغربيين كتابا نشره بين الناس، ثم جاء الناس كل واحد يفهمه بمزاجه وبهواه، هذا يستقيم مع العقل والمنطق؟ نظرية داروين التي تؤمنون بها، إذا جيت أنا وفسرتها وقلت لا والله داروين لا يقصد هذا المعنى الذي ذكره من أن أصل الإنسان كذا وكذا، هل تتقبل تفسيرات التي فسرتها؟ فكيف بالله عليك أنت تقبل أن تفسر القرآن بمزاجك أنت هكذا وبهواك هكذا؟ وكذلك من أصول التفسير تفسير القرآن باللسان العربي الذي أنزل به بلسان عربي مبين. وجدت أحد هؤلاء يكرر بلسان عربي مبين كل مرة، ثم يفسره بمزاجه وهواه، كأن اللسان العربي يعني أن يفسر بمزاجه وهواه. اللسان العربي هو اللسان الذي أنزل به القرآن، وهو لسان العرب الذي يتكلمون به حتى يفهموه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون حتى تفهموا هذا القرآن العظيم، حتى تصلوا إلى درجة أن تعقلوا هذا القرآن فتطبقوه. فبالله عليك لو أن أحد المؤلفين كتب كتابا بلغة معينة، ثم جئت أنت تفسره بمزاجك بعيدا عن هذه اللغة التي ألفه بها، هل يستقيم هذا الفهم؟ لا. ولذلك القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر بكلام تفسيرات كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو ورد في كلام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف صريح القرآن فإنه لا يقبل، أو لعله لم يقله، أو غيرها من التأويلات التي ممكن أن نصل إليها. لكن على كل حال هذه أصول التفسير للقرآن العظيم التي ينبغي على الناس أن يفهموها قبل أن يتابعوا هذه الصفحات التي في الغالب أن هذه الصفحات مدفوعة الأجر. أصلا هذه نتجت نتيجة لتفريخات ما يسمى بالفكر العربي، التنوير المتعلق بهدم الدين مطلقا وهدم التراث الإسلامي تحت مظلة التنوير التي لا تقف على قدم ولا على ساق، وإنما على إنكار المسلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.